مش عاجبني. مش عاجبك ايه؟ في عبارة بس المرة دي إيجابية بقى، بتقول كل تأخيرة وفيها خير، والعبارة دي بتدعو للتفاؤل كده، إن أي حاجة أنت بتسعى لها وتتأخر عليك فيعني ما تقلقش إن شاء الله، يعني إيه، خير. لكن إحنا الحقيقة بنستخدمها بشكل سلبي، بتستخدم كمبرر لأي تأخير بقى، حتى مش في حاجة أنت بتسعى لها، ده ممكن يبقى مهمة عليك المفروض تعملها، شغل المفروض تخلصه، حاجة زي كده فيتأخر، فتقول كل تأخيرة وفيها خير. وفي حديث شريف بيقول العجلة من الشيطان، وده المفروض برضو ان هو يعني بيشجعنا ان احنا نتأنى في التفكير ونفكر ونتدبر كويس قبل ما ناخد اي خطوة، وده الجزء الايجابي بتاعه. بس احنا برضو بنستخدمه بشكل سلبي احيانا كتير، اي حاجة نتأخر فيها او نتعطل فيها حتى لو هي المفروض لازم تتعمل دلوقتي، فنقول على ايه السربعة، ده العجلة من الشيطان. إذا كانت العبارة بتاعت كل تأخيرة وفيها خيرة أو الحديث بتاع العجل من الشيطان، الاتنين العامل المشترك ما بينهم الوقت، اللي أنا شايف إن إحنا بشكل عام مش مدين له قدره وأهميته يعني. فعشان إحنا بقى ما نضيعش وقت، يعني عايزين نعرف إحنا ليه مش حاطين الوقت ده في قدره ومكانته الحقيقية. هو زي ما انت قلت العجل من الشيطان. ما في ناس دايما بتحاول تاخد الحاجه اللي تخليها تستريح وما تعملش حاجه. يعني ما هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحه والفراغ. يعني ايه؟ يعني مم. الواحد حاجات كتير قوي مغبون فيها، يعني ايه؟ ما بيستفدش بيها. مم. الصحه بتاعته والفراغ بتاعه. مم. فلما الرسول يقول كده يبقى هي بينبهنا لقيمه الوقت. طب الوقت ده انت مغبون فيها، وكثير من الناس، يعني ناس كتير قوي بتضيع الوقت ده. فده اللي بنشوفه. طب بتشوفه ازاي؟ بشوفه في التشتت والتسويف وحاجات كتير قوي الناس بتعملها بتضيع بيها وقتها. مم. يعني واحد عنده وقت طويل قوي طول النهار قاعد على السوشيال ميديا. انا من الناس دي، انا عندي مشكله في دي. اما فيش حد يبعت لي مسج في اي وقت غير لاني برد. هل ده انا بحس ان انا كده عشان ايه؟ ما بقاش متاخر على اصدقائي، ما بقاش متاخر لا، ده هل ان انا فاضي طول الوقت دي مشكله؟ مم. لا، انا المفروض ارتب وقتي. طب انا التكنولوجيا واخده مني وقتي. ماتش كوره اقعد اتفرج ساعتين، ويا ريت بكتفي بالساعتين اللي بتفرج على التحليلات قبليه والتحليلات بعديه، ويبقى ماتش او اتنين. طب انا اليوم ده كله هل استثمرت وقتي ولا مقضيه كله كوره؟ مم. ما حدش بيقول لك ما ترفعش عن نفسك، بس انا لازم ما يبقاش التضييع المفرط في الوقت ده. كلنا بنضيع وقت، كله بيضيع وقت، يا في تكنولوجيا يا في افلام يا في كوره. في واحد بقى جامع بين كل ده. وحتى اللي مش جامع ومركز في حاجه واحده واخده طول اليوم بتاعه. في شغله بيتابع السوشيال ميديا، في بيته بيتابع السوشيال ميديا، قبل ما ينام بيتابع طب انت ايه الوقت بتاعك؟ وده بيعمل نوع من انواع التشتت، يعني ان انت لو حتى مركز في حاجه مهمه وبعدين رحت لاي رسائل جايه لك ترد عليها، هتخرج بره اللي انت كنت مركز فيه. ما طبعا. وفي ناس كمان بتتحجج بتقول لك لا انا عندي القدره ان انا اركز في كذا حاجه، زي ما بيقولوا مالتي تاسكينج. مالتي تاسكينج ايه ده؟ اثبتت فشلها في كل حاجه. المالتي تاسكينج الناس تلاقيه بيذاكر وبيسمع موسيقى ومتابع الماتش وبيجي له نوتيفيكيشنز مثلا، بيرد على الواتساب بتاع صحابه. انت عملت كل ده ازاي؟ عملته في نفس الوقت. طيب انا عملته في نفس الوقت وقعدت ساعتين، هلاقي نفسي الساعتين اللي قعدت دول لو كنت قعدت ربع ساعة بتركيز في شغل أو في المذاكرة بتاعتي، كنت تحصيلي أو إنتاجي كان هيبقى أكتر. فالمالتي تاسكينج دي يعني وهم الناس بتحاول تقنع نفسها بيه، مم. بتضيع وقت أطول. وبرضه من الآفات اللي واجهت الناس، تيجي واحد تقول له اقفل كل ده، يقول لك ما ينفعش، ما أنا شغل على على التليفون. التليفون أو على اللابتوب. مم. مم. فارتباط التكنولوجيا بشغلنا بقى عامل لنا برضه مشكلة في إن أنت ما مش. تعرفش تفصل عن التليفون او الكمبيوتر والايميلات والحاجات اللي بتقعد تجيلك، فلازم تفضل مصحصح طول الوقت. بس برضه هنرجع نقول ان ده اكيد بيعمل تشتت، ما بيخليكش تركز، وبيتحول لعاده بقى، عاده يوميه ان انت طول الوقت. دي برضه اكيد نقطه، موضوع العادات اليوميه اللي ما بتبقاش مفيده، يعني اللي هي ممكن تضيع لك وقت وانت مش حاسس بيه يعني. وكمان في حاجه، هم الناس اللي بتفكر في التكنولوجيا دي هم عاوزين يستفيدوا بيك اطول وقت. مم. هم ما يهمهمش انت بقى بتنتج ولا ما بتنتجش، مم. بس هم عاوزك على طول معاه في البرنامج بتاعه عشان الاعلانات بتاعته، عشان بيخلي لك في حاجه زي اللي هي ستريك دي، اللي انت كل يوم لازم تخش مم. على البرنامج حتى لو 10 دقائق.
طبعا الواحد ما بيخش 10 دقايق، يا ريت تبقى 10 دقايق بس بيخش. فالاستريك دي بتخليك زي ايه، مربوط بيها، وتفضل بقى خايف تقطع اه الستريك ده. اه ده وكانت في الاول مثلا، انا على ما اعتقد كانت في سناب شات في الاول او برنامج من البرامج دي لا دلوقتي بقت في كل حاجه. ايوه ما هو ده، هم ابتدوا برنامج كل البرامج ابتدت تقلده. زائد برضو في حاجه تانية كانت موجوده في مثلا في تيك توك بس في الاول، اللي هي السكرولينج، تدخلك من فيديو لفيديو. دي خلاص بقيت بتلاقيها في حاجه اسمها ريلز في الفيسبوك، بتلاقيها في شورتس في اليوتيوب، بتلاقيها في حتى تويتر اللي هو كان زمان كتابه بس وقراءه. بقى في كان برضه نفس النوعيه بتاعت تخش من الفيديوهات القصيره اللي هي لازم تفضل تفر فيها دي. وبتخش دي يعني دي بعتبرها بوابه زمنيه، انت بتخشها بتتشفط. بتتشفط. وكمان هو في ذكاء، يبقى طبعا الذكاء الصناعي والحاجات دي اللي بقى عارفه انت ايه الفيديوهات اللي اتفرجت عليها كتير وعدتها كذا مره، فبتجيلك كذا مره. فهو دايما بيحطك في الحاجات اللي بتحبها، ولما يلاقيك بتعديها بيبتدي يجيب لك حاجات تانية عشان يسحبك في حته تانية. فانت هتطلع من الرياضه للسياسه، انت طول النهار انت ممكن بتخش على بوست انت بتحبه او تعليق انت بتحبه، بيدخلك في بوابه من الفيديوهات ما بتنتهيش. وبالتالي وقتك يضيع في اللاشيء. لا وقتك ده عمرك مش وقتك. انت ان انت بتبتدي ايه بساعه بساعتين بيوم، انت خلاص وبقى ده زي ما يقولوا الروتين اليومي بتاعك ده خلاص. انا حاسس من كتر اللي قلته ده هو ان انا كده بقول ليا وليك ان احنا على طول بقى طول النهار نشتغل ونستثمر وقتنا بالكامل، ومفيش وقت نرفه فيه عن نفسنا. هو الترفيه اكيد مهم، يعني لانه بيعمل لك فاصل كده عن الروتين المزعج اللي هو الالتزامات الشغل الحاجات دي، فلازم ترفه اكيد يعني. ومفيش مشكله ان انت ترفه بانك تلعب جيم شويه، بس يبقوا شويه، ما تفضلش بقى واخد الجيم تحدي ان انا لازم النهارده اعمل الرقم القياسي فتلاقي نفسك سحبت 3 4 ساعات ضايعين في جيم ما استفدتش بيهم يعني. والاحسن كمان لو نخلي الترفيه ده بعيد عن الشاشات الالكترونيه والتليفونات، نفصل عنه شويه. ممكن يبقى في ترفيه من خلال الواحد ينزل يلعب كوره مع اصحابه، يروح الجيم، يعمل، يبقى في استفاده، ترفيه واستفاده في نفس الوقت، بيصلح من صحته ولياقته. فالترفيه مش شرط يبقى مربوط بالاجهزه يعني. انت فعلا لما قلت لي نبعد عن الشاشات انا جه في دماغي برضه انا ممكن اقرا. يعني فعلا لازم ابعد عن الشاشات، حتى راحه العينين. معظم الناس دلوقتي بقى عندها مشاكل بالذات الشاشات، مشاكل في الرقبه ومشاكل في النظر. والاولاد الصغيرين دي مشكله كبيره جدا. وفي حاجات كتير قوي شفناها، قال لك ان انت كل لما بتقرب دماغك بتنزلها دي بيبقى في حمل على الفقرات، مشكله كبيره قوي. ففعلا انت قلبت الرياضه مهمه جدا، وبالذات الجيم. الناس اللي بتعمل حاجات مكتبيه دي لازم يبني جسمه كويس، يبعد طبعا. كل ما تبعد عن الشاشات فتره اطول دي هيبقى احسن. ممكن تحولها قرايه، ممكن تحولها تتعلم لغه، ممكن تتعلم مهاره جديده، ممكن هوايه مثلا زي اللي بيحب يصلح حاجه يعمل حاجات بالخشب، يعمل حاجات حياكه مثلا نوع من الترفيه برضه يعني. في الاخر هتبقى برضه كسرت الروتين اليومي بتاعك والتزاماتك اليوميه، استفدت معلومه من القرايه، استفدت صحتك بالرياضه. يعني نفهم من كده انه الترفيه عنصر مهم في الحياه، بس ممكن يبقى صحي وممكن يبقى مضيعه للوقت. ما هي المشكله ان احنا بنوصل لمرحله ان هو كل حياتنا بقت ترفيه، انت ما عملتش حاجه مهمه. يعني لازم اولوياتك ما تروحش وسط الترفيه ده كله. تبقى مركز انه الجزء بقى المهم اللي انت المفروض تعمله، عندك مسؤوليات بتعملها، عندك شغل ليه مواعيد، الحاجات دي لازم يكون محطوط له مكان، يعني متحدد له وقته اللي هيتعمل فيه. زي بالظبط اللي انت قلته ده، انت بتقول انا بعمل مواعيد لكل حاجه، مواعيد للشغل بتاعي ومواعيد للترفيه بتاعي. مواعيد للترفيه، ان هو الترفيه لو ما تعملوش ميعاد بياكل كل المواعيد. انت لو قلت مثلا انا هلعب جيم عشان ارفع نفسي افصل، لو ما حددتلوش وقت هتلاقيك خدت وقت لدرجه ان هيحصل ارهاق او تعب او عاوز تنام، هتلاقي نفسك مش قادر بقى على ما انت عديت الوقت المناسب للترفيه. طب ده معناه ان انت بتحط جدول لاعمالك اليوميه، اذا كانت اعمال مهمه او حتى الترفيه تحط له جدول. طب الجداول دي انا متهيألي ما فيش حد فينا في حياته ما حطش جدول لحاجات يعملها
وعملوا حتى ايام زمان كنا بنعمله ونسطره ونكتب ونلون وحاجات بالشكل ده، وفي الاخر ما التزمناش بيه. هو المشكله ان الجدول بيتحط، بس بيتحط جوه الدرج، مش بيتحط ان يعني انا ساعات كنت معلقه على الحيطه ايوه وبرضه في الاخر أيوة. بيتشال يعني. ايوه، ما هي دي المشكله، ان هو يعني في الاخر انا مش بتكلم جوه الدرج حرفيا، اللي هو ان ايه، هو بيتركن على جنب. بيتركن فانا بعمل ليه بقى ساعات، انا بشوف مثلا ساعات من احد المشاكل ان انا بعمل جدول بعمله عنيف جدا. ببقى عندي حماسه في الاول ان انا لا هلم الدنيا هظبط نفسي، فبروح حاطط الجدول ما فيهوش ثانيه، ما فيهوش راحه، او حتى الراحات فيه دقيقه جدا. فاول لما بلاقي ان ايه، انا المفروض اصحى على الفجر واصلي الفجر وبعد كده اشتغل شويه وبعد كده انام وبعد كده اصحى تاني العب رياضه وبعد كده صحيت متاخر، بالنسبه لي الجدول اتهد الجدول. وكمان ممكن تبقى العناصر حتى اللي جوه الجدول الكم بتاعها اكبر من الطاقه، يعني بتبقى وفعلا زي بالظبط اللي هو ايه، عاوز يعني هو ماشي من هرجله وعدم انضباط في الوقت ووقت كتير قوي بيضيع، فجاه عاوز يبقى احسن واحد ما بيضيعش وقت. لا، طب ما اعملها بتدريج. يعني الجدول لازم يكون واقعي ومعمول له برضه يعلى مع الوقت، يعني يبقى اكنك في بتمرن تدريج، نفسك، في تدريج يعني. اكنك داخل الجيم في الاول هتشيل اوزان خفيفه، مم. فلازم جدولك في الاول عشان تحس ان انت بتنجز. مم. بعد شويه ما تحس ان انت انجزت جدول خفيف، مم. تقول ايه ده، طب انا ما فيش مشكله. مم. لا، طب انا في وقت تاني ممكن ابتدي اكل من الترفيه اكتر، لا النوم مثلا خد وقت اكتر، لا طب الاكل، مم. يعني طب فتره الاكل دي، هل في ناس كتير قوي تقول لك اصل انا وانا باكل بتفرج على حاجه، هيلاقي نفسه، اللي هي فكره برضه هنرجع للي هو مالتي تاسكينج ده، باكل وبتفرج على حاجه بدل ما كنت هاكل في 10 دقائق او ربع ساعه، مم. الاقي نفسي باكل في ساعه ونص. مم. وبرضه من المشاكل ساعات اللي بتواجه الواحد، غير بقى ان حط الجداول دي، اللي هو دايما يقول لك هبدا امتى. مم. يعني دي دايما انا هبدا من يوم السبت، هبدا من اول اسبوع، من اول شهر، من اول السنه، مم. من يوم عيد ميلادي، تحس دايما لازم في يوم يبتدي منه. مش هبتدي دلوقتي، انا اه هبتدي بعد اه لما اه تحصل حاجه معينه. لا، مم. 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 ابتدي من حالا. ابتدي فورا. ابتدي فورا، دي هتخليك خلاص هتماشي نفسك، وابتدي باهداف صغيره، جداول خفيفه. عشان اتجنب الاحباط، لانه برضه الجداول الصعبه بتعمل احباط، بيعمل بقى نتائج عكسيه تماما. اه طبعا، خلاص بتبقى مش مساله هتمشي على جزء من الجدول، لا انا مش هعمل خالص. مم. ويمكن بترجع زي ايه، اسوأ من الاول، لا انا خلاص مش هعمل حاجه. كالعاده الموروثات المتأصلة معانا دايما بيبقى ليها دور في كل حاجة، حتى في موضوع تضييع الوقت. يمكن احنا بدأنا كلامنا كل تأخيرة وفيها خيرة اللي بتستخدم بدل ما هي تكون يعني عبارة مش تفاؤل. فيها تفاؤل، بتستخدم في ان كل حاجة معلش يعني م. بعدين. وفي بقى حاجات زي كده كتير، يعني في مثلا الدنيا مش هتطير، م. تيجي اي حاجه المفروض تتعمل دلوقتي مش مشكله، ليه لزوم الاستعجال، ايه الدنيا مش هتطير. فالحاجات دي برضو احنا محتاجين نفكر فيها، وعايزين نحط على الوش بقى العبارات اللي اهم. يعني في مثلا عباره ما بتتقالش خالص مع انها المفروض معروفه، بتاعت انه الوقت كالسيف م. ان لم تقطعه قطعك. م. دي حقيقه، يعني ان م. الوقت فعلا ده ليه قيمه مهمه جدا. فليه احنا ماسكين في العبارات اللي بتسوف وبتاجل وبتعمل، ومش واخدين بالنا انه لا، العبارات المهمه موجوده برضه. ما في برضه عباره لا تؤجل عمل اليوم للغد، مم. دي برضه العبارات احنا ساعات دايما بتبقى المنتشره اكتر، الحاجات اللي هي بتهبط وتريح. وانت بتحس ايه، انا لما بقول حاجه بتريحني وبتخليني انام واستريح وادلع نفسي زي ما بيقولوا، مم. فخلاص هركز في العبارات دي. لا، طب ما انا اشوف العبارات اللي بتساعدني على الاجتهاد والجد، وان انا ابتدي ادير وقتي بطريقه صح. لكن اسهل حاجه، انا بقى ورايا التزامات كتير قوي، خليها بكره. بكره. وبكره لا، خليها الاسبوع الجاي. لما يجي يوم الجمعه، اصل انا باجل كل حاجه الاجازه عشان اعملها، مم. بيتراكم عليك حاجات كتير قوي، بتلاقي نفسك الموضوع بقى اصعب. ان الحاجه اللي كانت المفروض تتعمل النهارده تزود عليها الحاجه اللي هتعمل بكره وبعده وبعده وبعدين. هو الوقت كالسيف فعلا، هي الثانيه اللي بتعدي ما بترجعش، ما لهاش حاجه ترجعها، فهي ضاعت بالفعل. فاحنا من هنا يعني عايزين يعني نفهم انه الوقت ده شيء قيم جدا، يعني ما ينفعش يضيع كده يعني في الفاضي يعني. المواعيد وقت، ليه علاقه بالوقت بشكل يعني مباشر. ليه احنا عندنا بالنسبه لنا المواعيد عادي، احنا حتى ما بقيناش بنزعل لما حد بيتاخر على بعض. وده اللي انا عايز اقوله.
يعني احنا بقى في ما بيننا كده اتفاق ضمني انه لما نتفق على ميعاد الساعه 7 هي كلمه بتتقال، مش بتتاخد بمحمل الجد خالص. يعني هي المهم ان احنا اتفقنا ان احنا هنتقابل. 7 دي بحس انها ما بتتسمعش، يعني مش مهم يعني. 7 دي تبقى 8 تبقى 9 تبقى 10 مش مشكله يعني. فاحترام المواعيد ده موضوع مزعج جدا، وبالذات للي ملتزم بمواعيده يعني. يعني اللي ملتزم بمواعيده بيعاني جدا في وسط المجتمع اللي مش مهتم قوي بموضوع المواعيد ده. ليه هو مثلا يعني ما ممكن يكون بره نفس النظام، ولا هم بره اشد شويه في احترام المواعيد؟ انا عندي موقف يعني شخصي، في ان انا عملت شغل مع حد اجنبي من دوله اوروبيه ملتزمه بمواعيدها. والحقيقه الراجل ده لما طلب مني الشغل حطيت له خطه منظمه لجدول تنفيذ الشغل من اول البدايه لحد ميعاد التسليم بكل المراحل اللي فيه. وانا مش معتبر ان انا هنا عملت شيء خرافي، ده المفروض انه الطبيعي يعني. فالراجل الحقيقه اتفاجئ انه تم الالتزام بالجدول وبالمواعيد باليوم وبالساعه لحد نهايه الموضوع، لدرجه انه في الاخر قال لي كلمه الحقيقه ما بقتش عارف افرح ولا احزن بيها. لقيته بيسالني بيقول لي: هو انت عايش في مصر طول عمرك؟ اول انا ما فهمتش السؤال غرضه ايه، قلت له اه. فقال لي: لا ما شفتش ده، انا عايش في مصر بقى لي 10 سنين ما شفتش الكلام ده. فالحقيقه انا فعلا ما كنتش عارف احزن ولا افرح. يعني افرح ان هو المفروض انه الراجل بيديني يعني شهاده تقدير ان انا راجل ملتزم، فتمام. بس في الاخر هو مستغرب. ده معناه ان احنا فعلا سمعتنا بقت مش تمام في القصه دي. طب ده احنا كده كمان وصلنا صورة لبره مش كويسة. طبعا دي ممكن تأثر في فرص العمل. اللي هو جاله كذا جنسية وهيلاقي المصري لا عارف ان المصري مش هيلتزم في مواعيده. حتى احنا كده يعني عملنا مشكلة للناس الملتزمة في مواعيدها. يعني انت لما التزمت في مواعيدك وفي غيرك في ناس كتير كده، في ناس بس كتير. الأغلبية الأعم ان هو مش محترم مواعيده أثر على الناس. والمشكلة ان الناس دايما بتدور على سبب. دايما تقول لك ايه، اصل ما فيش بركة في الوقت، اصل الدنيا زحمة. هي الدنيا زحمة عليك انت بس، مفيش بركه في الوقت عليك انت بس. مشكله اللي برضو بحسها تلكيكه موضوع انه ما فيش بركه في الوقت دي، وانه الوقت بقى بسرعه قوي وحاجات بالشكل ده. دي برضو يعني دي نقطه. ما هي دي من اكبر الحاجات اللي بشوفها في مجتمعنا. احنا دايما بندور على الشماعه. موضوع احترام المواعيد ده برضو يعني لو جينا نتجاوز عن ان احنا مثلا لو كنا هنتقابل عشان هنخرج ولا هنقعد قعده اصحاب ولا حاجه وحد اتاخر وبتاع، في الاول وفي الاخر حاجه ما فيهاش يعني مش هتاثر على حاجه، مش حاجه مهمه قوي يعني. مش حاجه هتاثر على الانتاج مثلا او انت احنا أو كده دي مقابله خروجه هنقعد هنتدردش شويه، لكن ساعات بتيجي في حاجات مهمه يعني. ما هي المشكله ان انت لما بتتعود عليها في الحاجات اللي هي ترفيهيه او مع الاصدقاء او مع الاهل، ما دي خلاص انت بتاصل عند نفسك وعند الناس ان انا مش مهم الميعاد. لدرجه حتى كمان انا بشوفها لما ناس بتتزور، لما بتروح لحد في ميعاده بتلاقيه قلقان ومتلخبط. هو متوقع ان انت هتتاخر، هو لسه ما جهزش. هو ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو ان احنا خلاص احنا بقينا مع بعض زي اتفاق ضمني كده متأقلمين انه مفيش مواعيد. بس فعلا احنا سمعتنا يعني. وبمناسبه سمعتنا يعني احنا بقى في برضه بمناسبه احنا جبنا سيره الاجانب، بقى عندهم فوبيا من كلمه ان شاء الله، اللي هي المفروض انها كلمه راقيه وكلمه فيها ايمان حتى بانه يعني كل حاجه بمشيئه ربنا. بس هم ما بقتش مترجمه عندهم كده، بقت مترجمه عن اللي هي قابلني في المشمش. ما هي للاسف ده استخدام خطأ من ناس كتير قوي حتى مع اولادهم. يعني في اولاد اما يطلب حاجه من والده كذا مره يقول له ان شاء الله، خلاص ان شاء الله دي يعني مش جايه. ده انت دي مشكله اكبر. ده انت بتخليه ما يثقش كده، او يعني ايمانه يتزعزع. طب المفروض لما تقول ان شاء الله تبقى اقرب للتحقق، او هي. لكن ان شاء او الله لو مش ناوي تعملها بقى قول له مش ناوي اعملها وخلاص. لكن الفكره انه الكلمه فعلا فقدت معناها الجميل يعني. بقت فعلا كلمه ابقى قابلني. وحتى في الشغل دايما لما تلاقي حد تطلب منه ميعاد محدد دايما يخاف يقول لك هتخلص الموضوع ده امتى، يقول لك شغال عليه ان شاء الله. طب ما تقول لي ميعاد، قول لي ميعاد، حتى اعتبره تدريب لنفسك. قول لي انا هجيبه في اول اسبوع، في اخر اليوم، في مش عارف تدريب لنفسك. ما قدرتش، شوف ايه اللي ضيع لك وقت كنوع من التدريب لاداره الوقت. بس انت حتى ما اديتش ميعاد، انت ما الزمتش نفسك بحاجه، الموضوع مفتوح. ما هلتزم ليه بقى؟
طيب يعني انا شايف بقى احنا لازم كلنا كده مع بعض نقدر قيمة الوقت ونبقى واعيين لانه الوقت ده حاجة مهمة. فازاي نعرف ندير وقتنا صح يعني؟ لانه اكيد برضو الموضوع احنا مش كلنا بنضيع وقت، كل واحد ايوه. بطريقته يعني حسب حياته، في وقت منه بيضيع كده لو استغل صح هيفرق جدا. انا دايما من شويه كنت بقول من شويه ان الواحد ابتدي من اول اسبوع مش عارف. انا كنت محدد ان انا هبتدي ادير وقتي كويس بعد الحلقه دي. يعني انا محضر ان انا هتعلم منها، عشان انا فعلا حاسس الفتره دي ان انا التكنولوجيا واخده مني وقت اكبر. لو اني مثلا عامل تحجيم مثلا، مش حاطط العاب بس بعرف اضيع وقت برضه. يعني مش حاطط العاب. لو ان في ناس قال لك مثلا من الطرق ان انت تبعد عن الحاجات دي، خبي الالعاب، ما حطها تخليهاش على ما تخليهاش اول شاشة قدامك. قريبه منك. بس احنا في الاول قبل ما تعمل الحاجات دي طبعا لازم الاول اعرف الوقت بتاعي مهم ولا لا. اما اقول لواحد مهم هيقول لي مهم ايه؟ عادي، ايام بتعدي. ده السنه بقت بتعدي بسرعه. طب ما هي عشان بتعدي بسرعه لازم ابتدي اشوف. اهتم زيادة. انا شايف مثلا ممكن احد الطرق ان انا مثلا اشوف مثلا ناس ادارت وقتها بطريقه كويس. في ساعات بتبقى فيديوهات سريعه جدا عشان الناس طبعا ما عندهاش وقت تقرا ومش عارف ايه، بس لو تقرا حاجه عن اداره الوقت او فيديو سريع عن واحد فعلا ادار الوقت بتاعه واستفاد بيه. قصص نجاح تقصد ايوه. يعني الناس هو يعني غالبا اكيد اي حد وصل لنجاحات كبيره اكيد هتلاقي جزء من حياته الوقت عنده ليه قيمه فيه ومهم وبيدير يعني ادارته للوقت كان فيها دقه يعني. بس هو ساعات بتبقى مشكله بقى، الناس بلاقيها بتقعد تتفرج على قصص نجاح كتير قوي طول النهار، قصص نجاح وافلام تحفيزيه ومش عارف. لا ما تضيعش كل الوقت ده بقى. ابتدي كده بقى. بقى تضييع وقت برضه. ايوه. ابتدي خد الخطوه بقى. يعني خطوه بقى ان انا لازم استفيد الوقت بتاعي ده مش هضيعه. حتى استفيد بيه مع اولادي، استفيد بيه في انتاج حاجه ليا، في تطوير نفسي. ما افضلش مكاني اللي هو في واحد يجي تقول له انت ايه ناوي على ايه؟ قال لك ناوي ادرس حاجه معينه، ناوي اتعلم لغه. سيبه، مش هقول لك اسبوعين، سيبه سنتين واساله، هيرد نفس الرد. انا ناوي اتعلم لغه. ده طب ده لو كان ابتدى ببرنامج بسيط، بحاجه كل يوم حاجه بسيطه، كان زمانه اتعلم لغتين مش لغه. لو صح. كان حب يقرا كتاب، دايما يقول لك انا ناوي اقرا كتاب، هقرا كتاب. ما بيقراش وتقعد كتير وترجع تلاقيه واقف عند نفس النقطه. لو كل يوم كان قرا صفحه او كل يوم في اللغه اتعلم كلمه م. كان السنتين دول م. حصل فيهم انجاز. وانت لما بتبتدي في صفقه، زي ما يقول لك مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه. انت لما بتبتدي باول خطوه وتواظب عليها، تبتدي العمليه تمشي. زي في ناس كتير قوي بيحجز الجيم اشتراك سنه وما بيروحش. لا ده برضه من الحاجات اللي احنا ضمن برضه متفقين يعني نحجز بس. ايوه. بس ما خسش حاجه غريبه. فهو في ناس كتير قال لك حاول تخلي مشوار الجيم ده كل يوم. انا حتى مش هبتدي لعب، بس هروح كل يوم، احدد وقت افضل اثبت قاعد. العاده. اه ده يرجعنا للعاده المفيده اللي انت بتحاول تحطها في يومك، ان انت تتاكد العاده دي، فحتى لو ما اشتغلتش عليها دلوقتي بشكل حقيقي هتشتغل عليها م. بعد شويه. طب في برضه يعني في طرق، احنا برضه مش يعني ايه الكلمه المعروفه مش بنخترع العجله، في طرق كتير معروفه لاداره الوقت، لانه الموضوع ده بيتعمل فيه حتى ورش تعليميه وحاجات، لانه في برامج كتير برامج تدريبيه يعني بتعلم ازاي تدير وقتك في تقنيات متعارف عليها جدا زي البومودورو وايزنهاور، وفي نظريه كده اسمها 80-20. الحاجات دي انا متهيألي ان احنا كلنا محتاجين برضو نذاكرها لانها موجوده ومتوفره وسهله الوصول ليها على الانترنت، ان انت تعرف طريقه دقيقه ناس عملوا لها دراسات وصلوا بيها لطريقه تساعدك على تنظيم وقتك، وفي نفس الوقت هي مش منزله برضو، انت تقدر تشوف ايه اللي يناسبك وممكن هي تعمل مزج ما بين طريقتين بس يفيدوك على حسب حياتك وطريقه شغلك ويومك ومسؤولياتك. هي دي كانت اهم نقطه كنت مستنيك تقولها، او كنت انا هقولها. يعني ان انت خد الناس اللي وصلت له واعمله زي تفصيل عليك. يعني هم بيقولوا اعمل كذا، مثلا بومودورو يقول لك مثلا 25 شغل و5 راحه. انا لقيتها ماشيه معايا 20 و10. صحيح. لقيتها معايا 30 و5. انا عندي قدره ان افضل مده اطول. خلاص انفذ اللي يناسبنا. وحتى لو هو مثلا الهدف انا حاسس ان هو تقيل عليا 25 و5، ابتدي انا 10 و10.
ابتدي بالعكس حتى لغايه اما اوصل للي هم بيقولوا ان ده انسب حاجه. لقيت حتى في الاخر انسب حاجه هم قايلينه مش مناسب ليا، انفذ المناسب ليا بحيث استفيد وهستفيد. بالظبط، يعني اعمل التفصيله اللي تلاقيني انا، ان هي مش ممكن تفرق فعلا من شخص للتاني يعني. بس انا اللي اقصده ان احنا الحاجات دي متاحه للجميع ان هو يقدر يفهمها لو هو محتار في ازاي ينظم وقته. ففي ناس ادونا يعني خطوات يعني ممكن نبتدي بيها. احنا في جزء من اللي اتكلمنا فيه كان انا شايف ان هو انا بالنسبه لي صعب على حكايه التشتت دي. يعني احنا اتكلمنا ان التشتت سبب من اسباب تضييع الوقت، ان الواحد ممكن يتشتت في حاجات كده. وانا عن نفسي شخصيا فعلا شغلي مرتبط بالاجهزه والحاجات، فكل شويه لازم يطلع لي حاجه ممكن تروح واخد عينيا ابص، حتى لو مقرر ان انا مش هرد دلوقتي، مجرد ان الرنه دي تطلع في وشي كده بتشتتني. يا اسيطر عليها ازاي؟ هي الاشعارات دي بتطلع لكل واحد، فهو انا لو يعني لو مش هقدر بقى اكني ما شفتهاش، وهي كمان بتطلع بتلاقي جزء من الرساله فبتبتدي تشدك اكتر. او مثلا لو كانت لعبه بتديك اشعار ان انت المفروض تخش دلوقتي تعمل لعبه، او حاجه جايه مثلا اللي بيبقوا متابعين دوريات بره، فبيطلع له كل شويه بقى ماتش جه فيه جون جه فيه ضربه جزاء فين كمان، برامج كل شويه بتديك صفاره كده، فانت ده دخلتك في تشتت جامد قوي. بس في حتى بقت موجوده في الموبايلات ان انت فوكس مود اللي هو تركيز، بتقول له لا اقفل لي الاشعارات دي. في برامج بتنزلها تقول له ما تشغلش الاشعارات دي غير في وقت معين. زي بالظبط الموبايلات كتير قوي في ناس بتبتدي الموبايل يقرا الوقت اللي انت بتبقى نايم فيه، تلاقي التليفون قفل لوحده. قفل. في موبايلات كتير بتعمل الحركه دي او برامج بتجيب، فناس البرنامج دور على برنامج مناسب اللي هو يقفل لك الاشعارات دي طول ما انت شغال. ما انا دلوقتي انا شغال على الموبايل بتاعي او شغال على اللابتوب بتاعي، فاقفل بقى كل الحاجات في فتره ما بشتغل. اول لما اخلص الوقت اللي محدده للشغل، مش هقول لك ساعات كتير، اول ما تخلص الجزء اللي بناء انت على الجدول اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه، انه في جدول للشغل، ففي التوقيت ده استغل ميزه وقف الاشعارات دي. والوقت بتاع الترفيه افتح الاشعارات وشوف. وساعات بعد ما بتفتح بتلاقي ما فيش حد بعت لك حاجه، او بتبقى حاجه واحده بس الحاجه بس الحاجه الواحده دي ساعات بتقطع لك الشغل، بتقطع حتى التركيز يعني، حتى لو مش هترد، بس هي فعلا بتعمل تشتت يعني. والتشتت ده بيخليك هتبتدي الجزء اللي انت مثلا حاجه كانت هتاخد معايا 10 دقائق، لو بعد اول 5 دقائق او 3 دقائق جات لي اشعار وبصيت له، ببتدي اكني ببتدي من الاول. او حتى لو كملت مش هكمل بنفس السرعه اللي كنت فيها، فبدل ما كانت هتاخد 10 دقائق ولا ربع ساعه هتاخد الساعه. بتقطع حبل الافكار زي ما بيتقال يعني. طب هل تضييع الوقت ده هو ممكن يضايقني في ايه؟ طب انا بضيع وقت وما حصليش حاجه، انا زي الفل، ما تقدمتش بس انا كويس. لا، هو كويس دي فيها شك، محل شك ان انت كويس. يعني هو انت هتبقى ممكن تبقى حاسس ان انت كويس وانت بتضيع وقت، بس هو فاكيد اكيد ما فيش حد فينا ما عندوش مسؤوليات ملتزم بيها. فاكيد لو وقتك كله ضاع يبقى معنى كده ان ده جه على حساب مسؤولياتك او التزاماتك، وبالتالي انتاجيتك. اكيد اي حد بيشتغل ضيع وقته كله يبقى مش هينتج الانتاج المطلوب. وفي على فكره عامل تاني، تضييع الوقت ده مؤذي نفسيا، يعني بيأثر على النفسيه. ان انت مع الوقت بتحس ان انت ما بتعملش حاجه، فدي اثر نفسي كمان سلبي جدا. وبرضو اتوقع انه اغلبنا في فترات تضييع الوقت الكتيره ما بيكونش يعني فايق، ما بيكونش نفسيا متزن. وفعلا لما اكيد انا يعني نورت معايا دلوقتي فعلا. انت الوقت اللي انت ضيعته ده هو، حتى لو مش هقول لك هتبص على الناس، بس اللي في الوقت ده لو حد في نفس الشغل بتاعك في نفس الدراسه بتاعتك وهو استثمر الوقت ده، هو هيبقى عداك بكتير، هتبقى اخرت نفسك. اخرت نفسك، ضيعت على نفسك فرص. حتى لو انت في مرحله بتدور على شغل او كده، هتلاقي في ناس سبقوك لان هم اداروا وقتهم صح يعني. احنا اتعودنا كده في نقاشاتنا ان احنا بنحاول نكون عمليين ونلاقي يعني الحلول اللي سهله التنفيذ علشان نواجه بيها الحاجه اللي مش عاجبانا دي. النهارده مش عاجبنا موضوع تضييع الوقت ده، فنعمل ايه بقى كده بشكل عملي عشان نسيطر على تضييع الوقت يعني؟ اكيد في برضو روشتة. يعني احنا اتكلمنا عن شويه حاجات زي الانظمه بتاعت اداره الوقت ونوقف الاشعارات، بس برضو عايزين خطوات عمليه شويه. هو
اول حاجه دايما عشان يعني اتغلب على مشكله عندي، اشوف المشكله دي واعرف حجمها. بشوف اليوم بتاعي ماشي ازاي، ايه الوقت اللي اشتغلت فيه، ايه اللي بصيت فيه الاشعارات. وفي ممكن تخش تبص على الموبايل بتاعك في اخر اليوم او اللابتوب بتاعك، تشوف انت اشتغلت على كل ابلكيشن قد ايه، كل بيدي لك تطبيق. تقرير اه مفصل موجود. انا التطبيق ده اشتغلت عليه قد ايه، ده اتفرجت عليه قد ايه، ده خد من النت قد ايه. مم. فانت لما ابتدي احط قدامي الشكل ده، هو عارف ايه ده. اه حقائق واضحه اه بتعرفني وقتي راح فين. لا انا برنامج مثلا زي الفيسبوك خد وقت طويل، انستجرام حسب بقى البرنامج. كل انت بتشوف بيديك كل برنامج، فانت لما اعرف ايه المشاكل بتاعتي الاول مم. هبتدي اعرف اقفلها ازاي. آه، وفي حتة تانية ان هو انا دلوقتي انا عارف ايه الحاجات المهمة اللي لازم اعملها كل يوم. وفي حاجات بتبقى مثلا ايه زي حاجات في الشغل، حاجات في الدراسة، حاجات دي لازم اعملها بصفة دورية، وحاجات بسيطة بس مم. بتعمل. بس واحد يقول لك دي بتاخد مني اليوم كله. ما غلط ان انت في اهداف مهمة مثلا زي تقارير او الشغل الاساسي بتاعك، اللي هو الحاجة الكبيرة المهمة اللي هتتسأل عليها. الحاجة التانية مش هينفع توقفها، مم. بس الحاجات اللي هتسأل عليها لازم تبقى لازم تعملها. تتعمل. فدي دايما بيمثلوها توتاري تقريبا الاحجار الكبيره والاحجار الصغيره. دي كانت واحده من برضو النظريات او البرامج التدريبيه لاداره الوقت، كان ليها علاقه بانه بتصنف المهام اللي عليك لمهام احجار كبيره واحجار صغيره، وازاي انك لازم تعمل توازن ما بين انك تشتغل في ده وفي ده، لانه المهمه عاده بتبقى مربوطه بحجمها والتوقيت بتاعها. ففرضا لو هي حجر صغير، فمهمه بسيطه ولسه المفروض تخلص كمان 3 ايام، فانت ركنتها سبتها، بعد يومين حجمها هيكبر شويه لان بدأ عامل الوقت يكبرها يخليها اهميتها زادت يعني. فانت ممكن لما تهمل المهام الصغيره دي فتتراكم فتتحول لمهام كبيره لانها بقى وقتها ملزم عليك دلوقتي. فهي يعني نوع من انواع التوازن ما بين انك ازاي تشتغل على المهام الكبرى والصغرى مع بعض في نفس الوقت يعني. انا كنت شفت فيديو لحاجه زي كده، ان هو اداله يعني مثلها فعلا مش مجازي، راح جاب له شويه احجار صغيره مم. واحجار كبيره، مم. وقال له حطهم لي في علبه او مم. في اناء. فالراجل لما جه حط الصغير في الاول، الكبير ما ملاش، عشان خلاص الصغير خد مكان والفراغات اللي ما بينه ما اديتش فرصه للاحجار الكبيره، ما قضتش. مم. لكن لما رص الاحجار الكبيره قدر يحط الاحجار الصغيره في وسطه. فدايما بيقول لك ايه، ما يبقاش عندي مثلا مهام كبيره فاقعد اشتغل عليها واسيب الصغير، لا في النص فتره الراحه من المهمه الكبيره لازم اشتغل فيها، مع الصغير. اشتغل على الصغير فاملى بيها الفراغات. صحيح. طب انا دلوقتي انا ممكن ما احسش ان انا استخدمت وقت كويس، انا فعلا اكون ابتديت ادير وقتي صح مم. بس مش حاسس بالموضوع ده، مش حاسس ان في اي استفاده. ما احنا لو رجعنا ان احنا بدأنا نحط جدول واقعي في اهداف بسيطة قابلة للتنفيذ ما كانتش بتتعمل قبل كده لان انا كنت بضيع وقتي، فبالتالي هلاقي ده حصل اتحقق يعني. وبعدين بيقال دايما ان انت المفروض تكافئ نفسك، يعني لما تنفذ حاجه كافئ نفسك. المكافاه دي ممكن تبقى انك تشرب مشروب حلو حتى انت بتحبه وما عملتوش بقالك فتره، او تاكل اكله حلوه يعني فتكافئ نفسك. فانت كده بتنور على النفس ان انت يعني بتاكد نفسك ان انت خلصت المهمه دي انجزتها وكمان اتكافئت عليها. ما تحسش ان يعني عشان ما تحس بفرق ما بين ان انت كنت بتضيع وقت بان انت بتنجز. بتنجز اه وبتتكافئ اه حتى لو انت اللي بتكافئ نفسك يعني بس. فتبتدي تشوف ان انت فعلا الوقت اللي انا استثمرته ده، او لما حطيت جداول ان انا ابتديت اطلع بفائده. فالفائده دي بنتيجه. ان انا لما ابتديت احس ان انا بكافئ نفسي، فعرفت ان انا استخدمت وقت صح. انا نجحت يعني م. ناجح حتى الان بناء على الجدول اللي انا حطيته يعني. يعني احنا محتاجين نحط جدول ويكون فيه اهداف سهله ان احنا نبتدي بيها بالتدريج، حتى لو انا عايز اوصل لحاجه اكبر شويه، هدف قابل للتحقيق وانفذه واكافئ نفسي وادخل كده بالتدريج شويه عادات مفيده يعني. انت لو قدرت توصل في الاخر ان انت
حققت الجدول بتاعك ده ووصلت لمرحله ان انت حسيت فعلا ان انت استثمرت وقتك بطريقه كويسه وكافئت نفسك اول ما وصلت لمرحله المكافاه دي، اعرف ان انت مشيت للطريق الصح. كده انا انت تمام. مش معقول هتضحك على نفسك وتكافئ نفسك وانت ما انجزتش حاجه في الجدول. طب ده متهيألي احنا محتاجين بقى نقوم نعمل الجدول دلوقتي. هي دي فعلا ان شاء الله تبقى بدايه دي لينا فعلا، ان احنا نستثمر وقتنا باقصى استخدام. مش بنقول للناس وبنقول لنفسنا، احنا دايما في كل موضوع احنا بنقول لنفسنا الحاجه اللي مش عاجبانا عشان اكيد احنا عملناها بصوره او باخرى او عاوزين نتفاداها اصلا. انا برضو دافع اشتراك الجيم بقالي شهرين وما روحتش ومحتاج اروح ضروري.